سبحان الله، ضاعت البركة من عمرك، وضاعت الصحة من جسمك، وضاع الهدوء من قلبك، وضاق صدرك، فلا تكسب إلا حزنا وكآبة. ولكن عليك أن تسمع كلام سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: أنا رجل أعيش بالأمل، فإن تحقق فبفضل الله، وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا. قال: السماء كئيبة وتجهما، قلت: ابتسم، يكفي التجهم في السماء. سبحان الله. فالإنسان يبتسم ولن يخسر بابتسامته شيء، ولكن لتكن ابتسامته في قلبه، وليعلم أن الحذر لا يغني أبدا من قدر. نسأل الله أن يصبرنا على أقدار الله، ويقيمنا على طريقه، وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح الله صدورهم بالإيمان